الطماطم والخيار والجرجير والفلفل معقولة يكونوا السبب إني فقدت عذريتي؟ أيوة، دي حقيقة. الطماطم والخضار والجرجير والجزر والفجل وأي حاجة بتتحط على السلطة كانت السبب إني فقدت عذريتي. طبق السلطة كان السبب. إزاي؟ معرفش. استنوا، أنا افتكرت حاجة غريبة جدا. افتكرت شيء أنا كنت ناسية. بس استنوا لما أقول لبابا. عايزين تعرفوا ايه الموضوع وايه القصة؟ تعالوا بينا نسمع القصة كاملة ونشوف طبق السلطة كان سبب في فقدان عذرية صاحبة المشكلة النهاردة ازاي. قبل ما اقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. صاحبة مشكلتنا النهاردة عندها 19 سنة. بتقول إن أنا يتيمة الأم. أمي ميتة من 4 سنين وعايشة مع أبويا اللي هو كل حياتي وكل دنيتي. أبويا وعمي وخالي وأختي وكل الدنيا. وعلى فكرة أنا وحيدة وأبويا عايش ليا. أقلمت حياتي على كده إني أعيش لأبويا ولحياتي أنا وهو بس. بقيت اصحى من النوم اشوف شغلي وارجع من المدرسة اشوف شغلي وفي البيت واروق وانضف الدنيا عشان خاطر ابويا اللي كان بيرجع الساعة 2:30 3. المهم في يوم من الايام كنت نايمة في صلاة العصر كده، سمعت صوت عمي بيتخانق مع ابويا. انهارت جدا واتضايقت وقمت بسرعة علشان اتخانق مع عمي واقول له انت ازاي تكلم ابويا بالطريقة دي. لكن اكتشفت حاجة غريبة، ان عمي بيزعق لابنه اللي عنده 21 سنة وجاي عندنا بيشتكي منه لابويا، او الولد جالنا وابويا بيحاول يهدي عمي لكن عمي قال له عليا الطلاق بالتلاتة من امك، ما انت ربيت فيها ولا راجع البيت. ابويا بصله كده وقال له خلاص يا اخويا ادام حلفت خليه قاعد عندي. استغربت جدا وناديت بابا وقلت له تعالى. انت ازاي عايزه يقعد عندنا وانا في البيت؟ قال لي يعني ايه يا حبيبتي؟ قلت له يعني انت بتروح الشغل الصبح وبترجع الساعة 2:30 3، ده هيقعد في البيت ازاي؟ قال لي وماله يا قلبي، ده ابن عمك اخوكي، ستر وغطى عليكي، ما تقلقيش. وفعلا من اول يوم ابن عمي عمل سيستم لحياته، هو ان بيحب طبق السلطة يكون موجود على الغدا او قبل الغدا. طبعا طلب مني ان اعمل له طبق السلطه لان الخضروات مفيده جدا، وانا ما كدبتش خبر وكنت فعلا بعمل كده. وعلى فكره ما شفناش منه اي حاجه طول فتره 20 او 21 يوم اللي هو قاعدهم عندنا. كان طيب جدا وملتزم جدا وبيصلي الفرض بفرضه واخلاقه عاليه فوق ما تتصوروا. وتعودنا على بعض وكنا بنصحى نفطر سوا ويحضر الغدا واعمل طبق السلطة اللي ساعات انا كنت اعمله او هو يعمله ونقعد ناكل من نفس الطبق احنا الاتنين. اتعودت عليه واتعود عليا. لكن خلاص آن الأوان إنه يرجع بيتهم. وفعلا رجع البيت وابتديت أحس إن أنا مفتقدة المكان كله ومفتقدة إنه يكون موجود معايا لأني اتعودت عليه من الآخر كده. حسيت إني بحبه. لكن طلبت من والدي ان انا اروح عند بيت عمي اللي هو ما كانش بعيد كتير قوي عننا، وبقيت اروح لهم واقعد معاهم واقعد معاه واتكلم واقول له اني مفتقده طبق السلطه بتاعك، وبقينا ناكل ونشرب مع بعض لحد ما في يوم من الايام حصلت كارثه. ايوه، انا نازله من عندهم وماشيه في الشارع رايحه لبيتنا لقيت نفسي الدنيا بتلف بيا ودخت ووقعت على الارض. ايوه، انا دخت ووقعت على الارض وربنا وقف لي ولاد الحلال اللي خدوني وجريوا بيا على المستشفى وعلقوا لي محاليل. ولما فقت انصدمت لاني صحيت على خبر محدش ممكن يصدقه، انا نفسي ما صدقتوش. اول ما فقت لقيت الدكتور والممرضين قدامي والدكتور بيقولي مبروك مبروك يا مدام، انت حامل. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ حامل يعني ايه؟ انا مش حامل يا دكتور لان انا بنت ولسه ما اتجوزتش وعندي 19 سنة. قال لي لا، انا عملت لك تحليل دم، خدت منك عينة دم وحللتها ولقيت نفسي لقيتك فعلا حامل وفي اوائل كمان الشهور بتاعتك. قلت على فكرة ده مجنون.
خلاص خلصت المحاليل وقمت وقلت له انا بقيت كويسه ومروحه البيت. طب انت بيتك فين؟ قلت له هو في الشارع اللي ورا، انا الحمد لله كويسه. وروحت البيت، ولما بابا قال لي اتاخرت ليه قلت له انا دخت في الشارع ووقعت وروح ودوني المستشفى. قال لي وبعدين ايه اللي حصل؟ قلت له حصلت حاجه غريبه جدا. قال لي ايه؟ قلت له الدكتور بيقول لي مبروك انت حامل وانا بنت. قال لي ايه يا بنت تيت وتيت وتيت، وفضل يضرب فيا ويقول لي فضحتيني وعرتيني. ايه يا بابا؟ افهم، انا مش حامل. الدكتور ده كذاب، اكيد حصل لبس في الموضوع او خد عينة دم غلط. قال لي طب قدامي نحلل. وفعلا خدني ورحنا حللنا، والغريبة ان برضو طلع التحليل ده اني حامل. استغربت جدا، حامل ازاي؟ ازاي؟ بابا ما كدبش خبر وبرضه فضل يضرب فيا في المعمل وفي الشارع، وخدني لدكتور النساء علشان يتأكد اكتر من السونار. ايه ده؟ انا حامل ازاي؟ وفعلا رحنا، والدكتور بتاع النساء اكد اني فعلا حامل في الشهور الاولى تقريبا، في بتاع 40 يوم او 30 يوم، انا معرفش. استغربت جدا، حامل ازاي؟ مسكني بابا وقعد يضرب فيا، ورحت حبست نفسي في الاوضه وقعدت شويه مع نفسي، قلت ايه ده؟ انا حامل ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ لا يمكن يحصل. انا ازاي؟ انا محدش لمسني، انا محدش قرب لي، فيه ايه؟ اه، استنوا، انا افتكرت حاجه ولازم اقولها. يا بابا، انا افتكرت حاجه. بابا جالي وقال لي افتكرتي ايه يا كذا؟ قلت له افتكرت طبق السلطه. قال لي سلطه؟ سلطه ايه؟ قلت له استنى، ابن عمي كان بيطلب مني اعمل له طبق سلطه، وكنا بنعمله في سيرفيس كبير وناكل منه احنا الاتنين، كنا بنقسمه ونحاول نعمل مسابقه مين يخلص قبل التاني. استنى، وساعات كتير قوي كان هو اللي بيعمل طبق السلطة ونعمل نفس المسابقة. ولما كنت بفوق، أيوة أنا كنت باكله وبتوه، بس كنت بفوق ألاقي نفسي على السرير، وإحنا ساعات نبقى في البلكونة أو نبقى في الصالون أو في الأنتريه. آه، إزاي كده؟ إزاي يعمل فيا كده؟ أكيد كان بيحط لي حاجة في النص بتاعي بتاع السلطة. لا 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 لا. بابا خدني من إيدي وجرينا على بيت عمي، وفضل يرن الجرس بطريقة هستيرية لحد ما عمي فتح الباب وقال له خير يا اخويا؟ قال له في مصيبة لازم تعرفها. قال له ايه؟ قال له ابنك اتهجم على بنتي بعد ما خدرها. خرج ابن عمي وقال ازاي ما حصلش؟ قال له لا، في طبق السلطة، وبابا لطشه بالقلم. وعمي مسك الولد وكان بيخنقه جامد جدا، ومرات عمي تصوت واخواته يصوتوا، وقال له اعترف. قال له ايوه، ايوه، انا كنت برش لها منوم في طبق السلطه او في الجزء بتاعها من السلطه. حبيتها واغرتني كتير. قلت له اغرتك ازاي؟ انا عمري ما لبست حاجه تثيرك او تغريك او عملت حاجه ممكن تغريك. قال لي بس حبيت ادبك واخلاقك اللي ما لقيتهاش في حد، ولقيت نفسي كشاب بضعف قدامك، بس خايف اقول او خايف اتكلم فعملت كده. بابا نزل فيه ضرب بالاقلام، وعمي كمان، وقال لك لازم تصلح غلطتك. ايوه انا حامل في شهر او في شهر ونص، بس ممكن جدا قدام الناس يبان ان انا ولدت ابن 7. وفعلا كتبوا كتابنا على بعض، والفرح كمان 20 أو 30 يوم. بس انا مش قادره اكمل مع البني ادم الكذاب ده. انا مش عايزه اكمل معاه، لكن لازم اداري غلطتي وفضحتي. قولوا لي اعمل ايه؟ انزل الجنين واروح مني لنفسي كده، انزله واعمل اي حاجه تخلصني من الجنين دون ومن ابن عمي اللي كذب عليا وضحك عليا واستغلني؟ معقوله طبق سلطه يدمر حياتي؟ ليه عمل كده؟ انا مش طايقاه ومش عايزه اتجوزه. ولما قلت كده لابويا والعمي مسكوني زعقولي، عمي زعقلي وقال لي اهدي، وابويا ضربني وقال لي لازم نداري الفضيحه. يا ام طبق سلطه، انا تعبت ومش عايزه اكمل مع الشخص ده، ومش عارفه اعمل ايه. افيدوني. اروح انزل الجنين واقول انا مش عايزه الجوازه دي، خلاص انا خلصتكم من العار والفضيحه؟ ولا اكمل الجوازه وبعد ما اخلف واقعد سنه على الاقل اطلب منه الطلاق؟ هي دي قصه النهارده. هي صعبه فعلا، وصعبه على البنت اللي انها اتصدمت في الشخص اللي حبته او اتقربت منه،
وصعب على الاب والعم، وكويس جدا العم تفهم الامر لانه عارف سفالة ابنه، والاب كمان غلط ان حط ولد غريب مع بنته. البنت ملهاش ذنب. بس انا هقولك وهنصحك نصيحة: كملي كملي وولدي على خير وعشريه كويس، يمكن لما تقربي منه خلال السنة اللي انت عايزة تديها له فرصة دي تحسي ان هو انسان محترم وانه كان مغلوب على امره معاكي. جربي وعيشي وشوفي الدنيا هيجرى فيها ايه. قدرتي تكملي واستحملتيه خير وبركة، ما خسرتيش حاجة. ما قدرتيش تستحملي وتتأقلمي وما نسيتيش اللي حصل واللي كان، لله الامر من قبل ومن بعد، سيبيه وابعدي عنه واتطلقي زي ما انت عايزه. هم دول الخيارين اللي عندي. لكن معانا فانز جميل ومحترم وناس كتير قوي تعليقاتها كويسه جدا وحلولها فوق الممتازه. ارجوكم انصحوها وقولوا لها تعمل ايه في الكومنتات وتتصرف ازاي، واللي رايه من رايي ياكد الكلام في الكومنتات، وانا هشوف وهعمل قلب على كل كومنت كويس او على اي حاجة إيجابية أو أي نصيحة إيجابية تنصحوها بيها. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.